ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكلة الشعب وهي الكشري. معايا هنا المكرونة الفوتوتشيني، لان مش عندي الاسباجيتي العادي، فهستخدمها مع المكرونة الصغيرة والشعرية. معايا هنا 2.5 كوب من الرز المغسول، عليهم نص كوباية عدس، ومعايا هنا كمان حمص الشام. هنبدأ كده نسلقه ونحمر الشعرية ونشوف هنكمل. يلا بينا. هبدأ كده انزل بالشعرية تحمر معايا. الشعرية وصلت معايا للون الذهبي ده. هبدأ بقى ان انا انزل عليها كده بالرز والعدس زي ما احنا شايفين، واقلب كده كويس، وبعدين انزل عليهم بالمية. بصل جوليان زي ما احنا شايفين بدرته كده قطعته زي ما احنا شايفين كده جوليان، وبدرته بالملح والدقيق والنشا. تمام. هنقليه بقى وهنبدأ نجهز الصلصة والدقة بتاعت الكشري. هبدأ بقى اجهز الدقة بتاعتي. انا عموما بحب اعملها هي والصلصة مع بعض زي ماما. معانا هنا توم، هبدأ انزله كده مع شوية الزيت، حوالي 3 فصوص توم او 4 مفرومين. هسيبهم كده يتحمروا شوية. اول ما التومة تصفر معايا كده هنزل عليها بالكزبرة واقلبهم كده شوية مع بعض، بعدين انزل عليهم بقى بالثوم. كده الدقة بقت جاهزة معانا، بس طبعا زي ما احنا قلنا كده انا بحب احط الاتنين مع بعض، الصلصة والدقة سوا. فاول ما تغلي معايا كده هنزل عليها بعصير الطماطم واسيبهم يتسبكوا مع بعض، واحط عليها الملح والفلفل. هبدأ بقى كده اغرف الرز زي ما احنا شايفين. بعدين هاخد شوية كده من المكرونة بعدين هاخد كمان شوية من المكرونة الصغيرة احطها فوقيهم كده. بعدين هحط البصل كده من فوق زي ما احنا شايفين. هنحط شوية من الحمص حسب الرغبة. في ناس بتحب العدس بجبة، بس انا مش بحبه بصراحة على الكشري فمش بعمله. كده اكلتنا خلصت. والصلصة بنحط بقى الشطة اختياري بره، لان ممكن الناس ما تحبش الشطة، فزي ما كل واحد عايز يحط في الطبق بتاعه. اكلة سهلة وما بتاخدش وقت. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك والشير والسبسكرايب. استنوني في فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله.